السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بدنا نحضر سوا أكلة يبرة إذا الله راد. طبعا عنا هون اليبرة، أنا مصفيتها وحاططها بصحن، طبعا شايلة منها المي. عنا اللحمة طبعا بدنا نحطها بأرضية الطنجرة، وعنا الرز أنا متبلته طبعا موجود عندي بالصفحة، أكلة المحاشي. طبعا هلا بنقول بسم الله وبركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعطيني رأيكم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طبعا خلصنا لف اليبرقات. شوفوا ما شاء الله على هاللفة. عطوني بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي ما شاء الله. هاي عنا كمان راس توم قشرتن. طبعا هلا بدنا نجيب الطنجرة ونصف اللحمات بأرضية الطنجرة ونصف اليبرقات. طبعا أنا جبت كوسة كمان، هلا بدي أحفر الكوسيات مشان نحطن معاهم. طبعا عنا هلا بالبداية اللحمات اللي حكينا عنهم بدنا نحطهم بأرضية الطنجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا هي هلا صفينا اللحمة، وعندنا كمان هلا اللية بنحطها فوقهم، لأنه إذا بدنا نحط اللية بالأرضية بدها تدوب. وطبعا هلا احنا قبل ما نحط فوقن المي بنشغل الغاز شوي بس، بنشوحهم مشان نكهة اللحمة اللي شويت تبعيتها بتعطيكم نكهة لليبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا صفتنا اول تصفيطة، وعندنا هلا راس الثوم هلا بنحطهم هون بالنص. هلا بنرجع بنصفي الكمية وبنرش لها اخر شي ملح. طبعا هلا خلصنا تصفيط، عندنا معلقة ملح بنرشن عليها بنوزعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا هلا الكسيات، عندنا الرزات هلا نبلش نحفرهم مشان نحطهم فوق اليبرق. ما شاء الله الكساية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي بس حفرة والتانية، يعني ما بدها كتير يعني نجور عليها بالحفر، لأنه الكوسة بس تحفروها كتير أول شغلة بتستوي دغري وبتطرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي واحدة تانية. بسم الله. هلا بحفره بحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكسيات لأننا صغار ما شاء الله كأنه شيخ المحشي، يعني من لبن، يعني أقل من الخنصر لازم الواحد يحشيهم. ما بنعبيهم رز مشان الرز ما ينخبص من قلبهم. يعني طبعا حشيتها أقل من الخنصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا فيكم تسكرون وفيكم ما تسكرون، انا طبعا ما بسكرون والله. هلا بخلص الكمية وبرجع لكم. هلا خلصت الكوسيات. هلا صفتهم. طبعا هلا بدنا نحط لنا رشة ملح لانه دائما الكوسة بتجي حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. او ما بنكتر يعني، بس هيك بنوزعهم يعني شغلة بس معلقة اكل يعني. طبعا هلا بنحط لهم مي بنضيفها لحتى يغمرون، يعني ساعة وربع بيقعدوا على الغاز. طبعا يعني انا اليبرق لانه بعرف النوعية اللي عندي. وطبعا الكوسة بتستوي قبل اليبرق. اول ما تستوي الكوسة طبعا فيني انشل الكوسيات انا، واليبرقات اذا بدهم شوي بخليهم شوي على الغاز. ساعة وربع بيقعدوا على الغاز او اقل، لانه انا نوعية اليبرق بعرفها شو هي. طبعا هلا انا حطيتهم على الغاز بس شغلت شي 5 دقايق لحتى اللحمة تتشوح شوي مثل ما شرحنا، وبعدين بنضيف عليهم المي. تمام. هلا بنحط الصينية. طبعا انا والله كان عندي تقالة بس يعني انكسرت والله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا ضفت لهم انا ابريق، وطبعا بدهم نص ابريق تانيين هلا لحتى يغمرن. ان شاء الله استوى عنا الكوسة. بدنا ننشلها لانه اخاف انه يفتحوا او يذوبوا، واليبرقات بنخليهم شوي. بنصفن هلا بالجار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا نشلتن الكوسيات، وهلا اليبرقات يعني بدهم شوي ما بدهم كتير. ان شاء الله كانت اكلتنا لليوم. هاي الكوسة، هاي اليبرق ما شاء الله، هاي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عنا اللحمة ما شاء الله دايبة. دايبة ما شاء الله. افتح لكم قلب الكوسة. الرز مفلفل ما شاء الله بقلبها. هاي اليبرقات، وهي كانت أكلتنا لليوم، يبرق وكوسة. وبتمنى اشتراككم بالقناة ودعمكم ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.